السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم في هذه الحلقة من الرأي الحر. اليوم هو 10 من رمضان لمن لا يعلم بالطبع، يعني تقريبا قضينا ثلث رمضان الآن. 10 من رمضان يذكرنا بحرب أكتوبر المجيدة التي حقق فيها العرب انتصارات مهمة وكسروا شوكة دولة الاحتلال وجيشها. حرب 10 من رمضان أو حرب أكتوبر عام 73 خاضتها كل من مصر وسوريا على دولة الاحتلال إسرائيل. نذكر بأن الحرب بدأت في يوم السبت 6 من أكتوبر حينها، الموافق ليوم 10 من رمضان، بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على قوات الاحتلال الإسرائيلية التي كانت متواجدة في سيناء وهضبة الجولان. كان بالتأكيد طبعا لبعض الدول العربية أيضا مساهمات عسكرية واقتصادية في تلك الحرب. لعل من الجيد أيضا أن نذكر بأهم نتائج تلك الحرب، هو استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء واسترداد جزء من مرتفعات الجولان السورية بما فيها مدينة القنيطرة وعودتها للسيادة السورية. من النتائج الأخرى أيضا تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر، والتي كان يقول بها حينها القادة العسكريون في دولة الاحتلال. تلك العقيدة والروح القتالية للجيش المصري، وهذا تركيزنا الحقيقة في هذه الحلقة، ومرابطته حينها على الحدود وترصده للمحتل ليلا نهارا، ماذا تبقى منها اليوم بعد 41 عاما؟ وللمصادفة في هذه الذكرى تماما تقصف وتدك غزة دكا. التواريخ ليست عبثية لدى المحتل الإسرائيلي أبدا. الآن غزة تدك في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، والجيش المصري بعيد عن الحدود، بل مرابط في الساحات ويسوق في البساط ويستثمر في الحديد ولا أدري ماذا، ويطارد المعارضين. هكذا يقول المصريون وليس كلامي. على كل حال، يقول البعض: إذا أردتم معرفة الإجابة عن العقيدة التي تقود الجيش المصري الآن بعد 41 عاما حرب أكتوبر، فاسمعوا تصريحات قادته ومن يقود المشهد الحالي في مصر. الحاكم العسكري على كل حال عبد الفتاح السيسي ألقى خطابا بهذه المناسبة تركز على جهود إحياء الاقتصاد وإصلاح الماليات العامة للدولة. وعلى الرغم من أن الأوضاع في غزة كما قلنا والقصف الإسرائيلي متواصل أودى إلى حد الآن بحياة أكثر من 10 فلسطينيين، إلا أن السيسي لم يتحدث عن قطاع غزة بالمرة ولا حتى على فلسطين وحاجتها للوقوف والمساندة من مصر وجيشها العظيم. وخالف السيسي في خطابه هذا كل الرؤساء السابقين بلا استثناء الذين لم يتجرؤوا أبدا على تجاهل أي عدوان إسرائيلي يقع على الفلسطينيين، لا قبل معاهدة كامب ديفيد ولا بعدها. نذكر هنا أن الغارات الإسرائيلية متواصلة حتى الساعة على قطاع غزة، موقعة 5 شهداء و27 جريح، هذا في آخر موجة لهذا العدوان. كان جيش الاحتلال أعلن أمس إطلاق عملية عسكرية تحت اسم الجرف الصامت ضد حركة حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من القطاع. وزير الدفاع الصهيوني موشي يعلون قال إن العملية العسكرية لن تنتهي في غضون أيام، وأن الجيش يستعد لجميع الخيارات العسكرية المحتملة في قطاع غزة بما في ذلك شن عملية برية. هذا متوقع، لا استبعدوا ذلك، ولا أتوقع أن الجيش المصري سيتصدى له، على الأقل المؤشرات الأولى. لأنه إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو 10,000 الاحتياط لينضموا إلى الجيش، أين هو الجيش المصري؟ هل سمعتم بإعلان على الأقل حالة طوارئ؟ لا شيء، بالعكس يدعم الانقلاب ومعتصم في الساحات. ميدان التحرير خط أحمر، مش الحدود المصرية، لا، ميدان التحرير. في المقابل أكدت كتائب القسام أن قصف الاحتلال البيوت الآمنة خط أحمر، وحذرت من أنه إذا لم تتوقف هذه السياسة فسترد عليها بتوسيع دائرة استهدافها المواقع الإسرائيلية بما لا يتوقعه المحتل. أما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فقد أطلقت عملية البنيان المرصوص
في مواجهة العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع، وكذلك باقي الفصائل المسلحة كلها جميعها على استعداد. أما الجيش المصري فمرابط كما قلنا في الساحات والميادين المصرية بعد أن ترك كما قال أهله المرابطة على الحدود وترصد المحتل وتحركاته والإعداد الدائم لأي طارئ. كل هذا بات فيما يبدو من الماضي. عدوان إسرائيلي على غزة أمام أعينكم وأعيننا وأعين العالم، وقبل الجميع أعين الجيش المصري. في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة عام 73 الجيش المصري من حماية الحدود والدفاع عن مصر وفلسطين إلى المرابطة في الساحات وملاحقة المعارضين والاستثمار ودعم الانقلاب. أين الجيش المصري من عقيدته التي كانت في حرب 10 من رمضان عام 73؟ أين هو مما يجري في قطاع غزة؟ لماذا هدد الرئيس مرسي وقال في عدوان 2012 لن نترك غزة وحدها؟ أين السيسي الآن؟ ولماذا لم يذكر غزة وفلسطين ولو بكلمة في خطابه بهذه المناسبة؟ يتساءل الكثيرون. ما هي مهمات الجيش المصري الآن؟ ومن يحمي الحدود ويدافع عن المحروسة ويقف إلى جانب الفلسطينيين؟ أسئلة كثيرة نعرضها لمن يود أن يشارك معنا بالرأي والتعليق. ضيفي في البداية اللواء عبد الحميد عمران الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري ينضم إلينا من القاهرة. سيادة اللواء عمران مساء الخير. بهذه المناسبة حرب 10 من رمضان، يعني أين ترى الجيش المصري بعد 41 عاما؟ وهل تحولت العقيدة العسكرية إلى التركيز على الداخل أكثر من التركيز على الحدود والعدو الخارجي باعتقادك؟ مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور. كل رمضان وأنتم بخير، وكل ذكرى 10 من رمضان والأمة العربية بخير إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أنا أستطيع أن أحدثك عن 10 من رمضان التي عايشتها وحاربت فيها، لكن الحالي أنا لست في القوات المسلحة ولا أستطيع أن أفتي فيها. 10 من رمضان طبعا كان العدو بتاعك مفهوم ومعروف وتعلم أين توجه سلاحك. أما بعد هذا فالأمور مختلطة على الكثيرين، وربما ضاع الطريق من قدم الكثيرين. طيب يعني سيادة اللواء ما دمت عايشت تلك الحرب، حدثنا عن مشاعر الجنود والضباط حينها وروحهم القتالية العالية واستعدادهم للتصدي لأي عدوان خارجي. كيف كانت الأجواء وكيف كان الجندي على أرض المعركة؟ أنا كنت أتولى قيادة الدفاع الجوي عن قطاع بورسعيد وقطع رمان وراس العش خلال حرب الاستنزاف قبل عملية بلان 73. وطبعا كان المهمة بالنسبة لنا زي ما بقول واضحة جدا، والفداء موجود والروح المعنوية عالية جدا، ولا يضيرك في شيء انك تحتمل الظروف الصعبة اللي انت عايش فيها، لكن كنت عندك الإحساس بالفخار والعزة وأنت تؤدي مهمة وطنية في سبيل الوطن بتاعك، وهذا كان شعور الجميع العسكريين من أولهم لآخرهم. عقب أو قبل حرب أكتوبر التحقت بالتخطيط للعمليات وشاركت في التخطيط لعمليات أكتوبر 73. أيضا في هذه اللحظة شعرت بالعزة وبالكرامة وبدأنا نستعيد ما فقدناه في الحروب السابقة، وأن ده المستوى الحقيقي بتاع الجيش المصري في مواجهة أعداء الدولة المصرية. طيب يعني من تلك المعركة إلى يوم الناس هذا لم يشتبك تقريبا الجيش المصري مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما في أيام قليلة قتل، وهذا طبعا للأسف نقولها كان أيضا وجود للجيش المصري في رابعة والنهضة ما يزيد، أو الأرقام تقول ما بين 5 إلى 6 آلاف مواطن مصري. أنت كعنصر سابق انضممت لهذه المؤسسة، هل يؤلمك أن تتحول هذه المؤسسة من مخلب يتصدى للمحتل إلى مخلب يتصدى للداخل؟ أكان معارض من هذا الطرف أو ذاك الطرف، لا يعنينا أكان من الإخوان أو غيره. هذا يؤلمني ويعز علي كثيرا أن يقتل مصر بيد أي حد، سواء كان شرطة أو جيش أو خلافه. لكن زي ما أقول يعني المرحلة الحالية هي مرحلة مختلطة على الكثيرين
وربما من وجهة نظر شخصية أن الجيش بيتورط في حاجات ليست من صميم اختصاصاته وليست من مهامه الحقيقية، لكن هذا ما يحدث حاليا. طيب يعني في بداية، أنا أذكر جيدا في بداية حكم الرئيس مرسي كان بعض منتقديه دائما يعني يعيبون عليه كيف يترك الجيش المصري بعيدا عن الحدود وبعيدا عن سكناته، ويدفعونه دفعا لإعادة الجيش إلى أماكنه الحقيقية، ويعدون الساعات ولا أقول الأيام، الساعات، بأنه كل ساعة تزيد هذا يقلل من جاهزية الجيش المصري ويحرفه عن مهمته الأساسية. اليوم الجيش المصري متورط في الساحات المصرية وفي الشؤون الداخلية منذ أكثر من عام. كيف سيؤثر باعتقادك على جاهزية الجيش وقدراته وإمكانياته وروحه القتالية من ناحية عسكرية أتحدث طبعا؟ لا شك أن لهذا تأثير كبير على الجهوزية بتاعة القوات المسلحة ودرجة استعدادها، وده ليس رأيي أنا الواحد، لكن هو رأي الكثير من المحللين السياسيين والعسكريين اللي بيوجهوا الحديث للقوات المسلحة وللجيش أنه يجب أن يعود إلى مكانه على الحدود، وأن يجب أن يعود إلى تدريباته، ويجب أن يعود إلى اهتمامه بالأمن الحقيقي للدولة المصرية من العدو الحقيقي للدولة المصرية وهو إسرائيل. لا أدري إذا كنت يعني بالتأكيد مطلع على الأرقام أن الجيش المصري يستثمر في ما مقداره ثلث المال المصري ككل. يعني هل كان الجيش المصري كذلك في 73 لديه استثمارات ويدير؟ الآن الجيش المصري يقود حتى الحافلات في داخل مصر وأنت ترى وتتابع، ويوزع بعض الحاجيات على المواطن المصري. لا أدري كانت محاولة لتلميع صورة الجيش أم غير ذلك، ولكن الجيش المصري الآن يقوم بخدمات عديدة في داخل مصر. هل كان الوضع كذلك في 73 وفق ما تذكر؟ لم يكن كذلك، إنما كان أقصى ما بيحدث من وزارة الدفاع أنها تحاول أن تهيئ بعض المساكن في خلال الفترة كانت فيها إسكان شديدة لبعض العسكريين سواء كانوا ضباط أو جنود أو ما شابه. لكن أنا بعتقد النهارده أن الدور اللي بيمارسه الجيش، مش عاوز أقول الجيش برضه، الدور اللي بتمارسه القيادة العسكرية هو دور سياسي وليس دور عسكري بحت. طيب أنا الحقيقة سأفترض جدلا وأتمنى ذلك ألا يحصل، بالطبع أنا حريص على مصر مثل أي مصري وكل عربي وكل مسلم. لو هدد الأمن المصري الآن من المحتل الإسرائيلي أو غيره في لحظة ما، هل الجيش المصري مستعد للتصدي على الأقل على حد علمك أو ما تشاهد من؟ يجيب عن هذا السؤال أحد الذين يمارسون العمل العسكري الحالي، حيث أنني تركت العمل العسكري من بعد السنوات. طيب من باب النصح، لنقول من باب النصح، وأنت لواء وخبير أمني وكنت يعني أحد أبطال حرب أكتوبر، ما هي نصيحتك للمؤسسة العسكرية المصرية الحالية؟ العودة إلى الحدود والدفاع عن الوطن ضد العدو الحقيقي للوطن وهو إسرائيل. المواطن المصري ليس عدوا للجيش المصري. يعني لو كنت قياديا الآن في الجيش، يعني نعتذر يبدو فقدنا ضيفنا، على كل حال شكرا لك سيادة اللواء عبد الحميد عمران الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري، كنت معنا من القاهرة. الحقيقة أردت أن أضيف سؤال وحيد وعله يجيب عليه حيث هو، نشكره على كل حال. أنا قلت لو كان ما يزال إلى حد الآن فاعلا في هذه المؤسسة العسكرية، هل كان سيسكت عما يجري لغزة؟ هذا ربما نتركه لمن سيشارك معنا الليلة من الجمهور. أبدأ استقبال المشاركات. لا يصلني الصوت من الزملاء. أنا أذكر فقط بعنوان هذه الحلقة: الجيش المصري إذن في ذكرى حرب 10 من رمضان. حرب 10 من رمضان هي حرب أكتوبر، هو اسم فقط اختلاف الاسم. الجيش المصري يا جماعة أبلى بلاء عظيم. الكل ما زال كل العرب وكل المسلمين يفتخرون بتلك الحرب مهما كانت نتائجها لاحقا ومعاهدة السلام وغيرها والمفاوضات والثغرة وما إليه، ولكن المعركة المجردة الجيش المصري كان بطل. طيب من المعركة هذيك إلى الآن كيف تغير وجه الجيش المصري؟ نبدأ بعبد الله.
مساء الخير يا عبد الله. هلا هلا. اهلا وسهلا بك. معك عبد الله من السعودية. من السعودية، تفضل. اخوي، الوضع هذاك الوقت غير الوقت هذا. في 73 كانت سيناء والقناة محتلة، فالجيش المصري دافع عن أرضه بكل بسالة واستعادها. أما اليوم فليس لها أرض محتلة، وهل غزة لهم حلفاء جدد. حلفائهم إيران وحزب الله، فطلبوا النجدة وأسوا إلى مصر أيبان الثورة، اغتنموا فرصة الفوضى اللي حصلت في بداية ثورة 25 يناير واندفعوا وأطلقوا المساجين اللي في السجون، هاجموا السجون وذبحوا رجال أمن وأطلقوا المساجين، قتلة كانوا في السجون، من ضمنهم كان الزمر ومرسي وغيرهم، وأطلقوا خلية حزب الله اللي كانت مسجونة وهي في جرائم كادت تحصل في قناة السويس. فالوضع مختلف تماما. طيب. الجيش المصري الآن عنده مسؤولية أوجدوها الإخوان المسلمين، وأوجدتوها أنتم يا الإعلاميين بأنكم هاجمتوا الوضع الجديد ولم تتركوا لهم فرصة حتى يتصرفوا ويلتفتوا، فهم الآن مسؤولين عن بلدهم في الداخل. على كل حال عبد الله، يا عبد الله يا صديقي، دائما في كل دولة محترمة هناك قوات يسموها قوات الشرطة، وقوات الشرطة المصرية ليست بسيطة ولا قليلة، تستطيع أن تقوم بالدور على أكمل وجه، كان سلما أو بالقوة، يعني ما تريده أنت يتحقق. فالجيش المصري يقول البعض بأنه إبعاده عن الحدود وإبعاده عن هدفه الرئيسي وحرف تركيزه، يعني مثل الطالب تأتيه أنت يوم الامتحان وتقول له تعال نلعب كورة ولا نلعب كوتشينة، يقول لك يا رجل الامتحان، تقول له أنت انسى الامتحان يا رجل تعال. يعني أنت ضيعت الجيش المصري. ما ضيعته، الجيش المصري الآن يقوم بواجبه في أرضه ليست محتلة وليس له أي مصالح خارج حدوده. يلا على كل حال شكرا لك، هذا موقفك، وجهة نظرك. ربما أبو عمر من القاهرة لديه رد. مساء الخير أبو عمر. أيوة مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام ورحمة الله. رمضان كريم، كل سنة وأنت طيب. وأنت أطيب إن شاء الله. يا أخي صالح، أنا بس لي سؤال لو سمحت، عايز يعني سمعت إن المدير المخابرات كان في إسرائيل عشان التهدئة، عشان تهدئة بين حماس وبين إسرائيل، ويعني عشان شهر رمضان يعني. فهو بالنسبة لي يا أخي صالح، مدير المخابرات كان في إسرائيل لإعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو عشان يقوم بعملية عسكرية على غزة يا أخي صالح. طيب أنت هكذا تتوقع. فيما يتعلق بموضوعنا الجيش المصري، وهذا ربما ليس بعيد عما ذكرت الآن، لأن المخابرات على كل حال هي قريبة ولصيقة بالجيش المصري وتتعاون معه. الجيش المصري الآن هل تراه مستعدا لأي طارئ أم تراه منشغلا بالشأن الداخلي؟ الجيش المصري على أتم الاستعداد لأي طارئ يحصل بالنسبة للداخل مش للخارج. الجيش المصري دلوقتي متوجه للداخل مش للخارج، واخد بال سيادتك؟ ودلوقتي بيقوموا بالاتوبيسات وفتح السينمات وبداوا يخشوا في البيزنس، واخد بال سيادتك؟ الجيش المصري دلوقتي خلاص بينه وبين اسرائيل دلوقتي سلام، واسرائيل بتقوم يعني قايمه بمكان السيسي والجيش بالنسبه لغزه. طيب ولكن الجيش المصري ربما، انا هنا لست ادافع ولكن اقول ربما الجيش المصري كافراد وكمؤسسه في عمقها ما تزال لها نفس العقيده، ولكن القياده هي التي انحرفت عقيدتها. اذا كان السيسي يا صديقي في خطابه البارحه لم يقل كلمه على غزه، فكيف تريد لهذا الجيش ان يستعد او ان ينبس ببنت شفا؟ يا اخي صالح، السيسي ما قالش اي كلمه على غزه، يعني السيسي ما هوش راجل سياسي، السيسي ما هوش رئيس جمهوريه سياسي ولا حتى عارف يتكلم 4 كلمات. هو اللي هو قاله انا بيني وبينكم عقد وتحملوا شويه وعشان خاطري والحكايه والروايه والناس بتموت، يعني كل الناس اللي بقايلوا السيسي كلهم دلوقتي بيسبوا في السيسي وبيشتموا في السيسي، كل اللي كانوا مع السيسي ومايدين السيسي كلهم ضد السيسي دلوقتي. طيب وكأني يا ابو عمر اخذ من كلامك انه الان مصر لا سياسه ولا جيش، السياسه خربت. نعم
بالظبط كده يا اخي صالح، هو ده اللي ما فيش لا سياسه ولا في رئيس جمهوريه قدامه خطه. يعني هو مثلا المفروض يقول لك ايه، زي اي رئيس جمهوريه في العالم يقول لك ادوني 1000 يوم. رئيس ايطاليا بيقول لك ادوني 1000 يوم. رئيس ده هو بيقول لك قدامنا سنتين ونتحسن، قدامنا سنتين وتحملوا معاه شويه، واخد شنطه دبلوماسيه فاضيه مليانه ورق ورايح البنك وراح يعمل ايداع للبنك بالنسبه لثروته. ده كله كلام فاضي يا اخي صالح. طيب شكرا لك ابو عمر، على كل حال شكرا لك. لو طبعا الشنطه هذه التي اخذها الى البنك كان مرسي لقالوا انه يمثل وانه مليون قصه، ولكن هذا بين ظفرين اقوله طبعا. منصور من المانيا. منصور. الو مرحبا. اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخي. وعليك السلام ورحمه الله. اخي صالح، املنا بالله سبحانه وتعالى، والجيش المصري املنا فيه كبير. توكل على الله، الجيش المصري جيش مسلم يا اخي صالح. وهذه حرب هذه راح ننتزع فيها ان شاء الله اسرائيل من جذورها. ولكن من جذورها. توكل على الله، املنا بالشعب المصري وبالجيش المصري وحتى بالشعب الأردني والجيش الأردني. ولكن يا منصور، يعني هذا بالعواطف وبالنوايا جميل، ولكن بالواقع الجيش المصري الآن في ميدان التحرير وفي ميدان رابعة ويحرس لا أدري أنا الرئيس مرسي في معقله. الجيش المصري يا صديقي متورط في الداخل، الحدود فاضية. صدقني لو دخل الجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن ربما لوقف في القاهرة كما يقول البعض. لا أخي صالح، لا أخي صالح، لا. هذول بعض المرتشين وبعض النفوس الضعيفة اللي استحوذهم السيسي وأتباعه، شايف علي؟ بعض الرشاء وكذا رفع لهم أجورهم وشغلات زي هيك. لكن دير بالك، توكل على الله. طيب اسمعني أنا متوكل على الله دائما. أيوة. لكن يعني الجيش المصري دائما وكل الرئاسات السابقة حتى أسوأ الرؤساء اللي هم مبارك ما كان يسكت على اللي يجري بغزة، كان يقول كلمة على الأقل يهش يا أخي، يهش بكلمة. السيسي لم يذكر غزة ولا فلسطين ولا بكلمة. هذا زي ما قلت لك، ما تحيل له شاط فيه دماغه شاطف، ما بقدر. طيب الجيش المصري سيتحرك بدون إذن؟ ما قيادة سياسية تأمر يعني. يا أخي هذه حرب، هذه زي ما بقول لك هاي حرب عقائدية يا أخي صالح. هاي مش حرب، مش حي الله هاي رايحة الأقصى، هاي الأقصى هاجمين على الأقصى، مش بس غزة لحالها، مش بس غزة لحالها. أنا بقول لك من هنا من نص ألمانيا بقول لك وبوجه رسالة للحكومة الألمانية لا تحشر خصمها في حرب عقائدية زي هاي. لو وزير خارجية ألمانيا اللي هو فرانك شتاينماير بقول له لا تحشر خشمك الصهيونية في حرب غزة ولا في حرب الأقصى. يحيد هو والسفراء تاعونه والشلة تبعته الخبيثين عن الحرب هذه. شكرا لك منصور من ألمانيا. أبو رعد من بلجيكا. مساء الخير. الو تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أخي صالح، بالنسبة للجيوش تفضل رجاء بدون توقف، تفضل. بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أول كان بيحارب مصر وسوريا وهذا من حدود معينة. الآن جيش الدفاع الإسرائيلي بيحارب داخل القاهرة، بيحارب داخل حلب، داخل يعني الجيش الإسرائيلي بدل ما كانت حدوده فلسطين المحتلة صار حدوده الوطن العربي كله، يعني طيب. الجيوش العربية كلها صارت جيش الدفاع الإسرائيلي. طيب نتحدث على الجيش المصري الآن، دعني من جيش الاحتلال. أنا الجيش المصري أين هو تراه الآن؟ هل يترصد المحتل أم يترصد المصريين؟ لا، الجيش المصري قيادته، لا نقول الجيش المصري حتى لا نظلم الجيش المصري بشكل عام. قيادة الجيش المصري هي مغيرة الجيش المصري لصالح الأعداء، فبالتالي هو بيقتل في الشعب المصري. طيب الجيش المصري في غزوته بين ظفرين، في غزوته في ميدان رابعة والنهضة سحق ما بين 5000 إلى 6000 مواطن مصري. هل تراه بهذه الشراسة مع المحتل؟ ما هو هذا الكلام قلت لك، يعني الجيش الإسرائيلي بدل ما كان على حدود سيناء صار الآن داخل القاهرة بيقتل في هذا، لأن الجيش المصري صار يشتغل عند إسرائيل. على كل حال نحن نتابع هذه المشاهد. هذه المشاهد هي من حرب 73، وهذا عبور خط بارليف الشهير.
هذا الجيش المصري، هؤلاء هم الأبطال، الكل يذكرهم بخير. الجيش المصري الآن ربما كأفراد الناس تحترمهم، ولكن كمؤسسة ذهب ريحها فيما يبدو. يعني حتى إسرائيل لا تعطيها اهتمام. الآن المحتل الإسرائيلي يقصف غزة وهو يعرف بأن ولا رصاصة ستنطلق من الجانب المصري. يعني لأنه عبد الفتاح السيسي على القيادة الموجودة الانقلابية في مصر كلها في جيب إسرائيل، فبالتالي ما. شكرا لك أبو رعد من بلجيكا. أبو ناصر من السعودية. أبو ناصر. ألو. تفضل. أي نعم. أوكي. أهلا بك يا أبو ناصر. نشارك الكرام. تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الآن هذا اللي حاصل في غزة هو خروج الجنرالات الإسرائيليين، هو استهتار بالجنرالات مصر وبالرئيس المصري اللي هو عسكري. هذا استهتار في حتى عسكريتهم عندما يطلعوا جنرالات يهددون غزة بالقرب منهم. يعني مرسي ما كان عسكري لكن أوقفهم عند حدهم. نبي الآن اختبار صعب قدام السيسي، يا يوقفهم عند حدهم زي الآن تعرض العراق، الكويت، السعودية ساعدت الكويت وتحركت في كل ما تؤتى من قوة. في غزة حتى المعابر مقفلة، الجانب حتى الإنساني مقفل. الآن اختبار صعب يبين حقيقة السيسي والجنرالات. يعني أبو ناصر على ذكر المعابر بالفعل، يعني أنت أشرت إلى نقطة، لأن هذا كله في إطار الدعم. يعني الرئيس مرسي وقف وبكل قوة رغم ما لديه حينها في حكمه من قلاقل داخلية، وقال لن نترك غزة وحيدة، وكررها أكثر من مرة. وكانت المعابر مفتوحة، وكان المدد ومن يريد أن يأتي متعاطفا مع غزة يعبر مباشرة لا يوقفه أحد. يا أخي لماذا تغير الحال 360 درجة؟ نعم أبو ناصر. أعتقد أن هذا الحاصل هو اللي بيكشف القيادة المصرية من عروبتها ومن أصالتها ومدى قوتها، إذا كان فعلا أنها عربية أصيلة، وإذا كان الجيش المصري فعلا جيش يعتمد عليه عربيا، فإن الإسرائيليين مع غير كروات بسيطة عايزين عن إيقاف حد، فكيف يسمى جيش عربي يحمينا كخليج ويقولون الخليج في عيون؟ طيب تفتحمونا الآن وأنتم ما قدرتوا تحمون غزة اللي جنبكم ولا تعطونها ماء. أنا لو أشوف مثلا أسأل عجوز في حتى عجيز كافرة وسألها أقول وش اللي صاير، قال أستنكر اللي صاير في غزة. شكرا لك أبو ناصر. أشكرك أبو ناصر من السعودية. أرجو فقط من المشاركين أن لا يكرروا ما قيل سابقا، يعني أريد زوايا مختلفة، يعني المشاركة تكون دائما فيها إضافة. أبو أحمد من العراق. أبو أحمد ربما يخبرنا ماذا قال الخليفة هناك، لأنه أيضا الخليفة مسؤولياته. ألا تقول بأنك خليفة المسلمين؟ غزة تباد. تفضل أرنا ماذا أنت فاعل، يتساءل الكثيرون. كميلة من لندن. كميلة. السلام عليكم يا صالح. وعليك السلام ورحمة الله. يا صالح، إذا كان مصر هي محكومة بشخص إسرائيلي، وهو شخص إسرائيلي وسادي يتلذذ بتعذيب المصريين الشرفاء ويتلذذ بتعذيب أهل غزة. لا يا كميلة، على كل حال الرجل البارحة أخذ شنطة كاملة مليانة فلوس وأخذ يعني يتبرع فيها، فلما تقولي سادي ويتلذذ بمعاناة المصريين ربما يعني تخالفين الحقيقة كما يقول من يستمع إليك. ربما أنا لا أخالف الحقيقة، هذا كله كلام فاضي وكله يعني أنا لا أصدق هذا الكلام الفارغ يعني. وبعدين منذ أن جاء الانقلاب والجيش المصري هذا وهو يشتغل بعمل دؤوب على حدود غزة، يدمر الأنفاق ويدمر البيوت المحيطة، البيوت القريبة من الحدود بين غزة ومصر. فكيف نتوقع من جيش مثل هذا أن يحمي غزة؟ أو أن السيسي يا أخي منذ أن عمل انقلابه لم يذكر كلمة واحدة
واحدة على إسرائيل، ذكر بس الإرهاب وخلاص، يعني لم يذكر كلمة واحدة على إسرائيل. بعدين الجيش المصري هذا ايش مهمته؟ تهديد غزة والتآمر على ليبيا، هذا هو مهمة الجيش المصري هذا الخاوي. الجيش المصري هذا أخرج السيسي، وبالتالي فهو خاوي مثل السيسي. أشكرك كميلة، شكرا لك كميلة من لندن. ننتقل لحمادي من فرنسا. حمادي، تفضل يا حمادي. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور. تحياتي لك ولقناة الحوار ولمتتبعين لها. أهلا بك. أين هو الجيش المصري يا الأستاذ صالح؟ هو الجيش المصري التي دائما تأتي له الصداقات من أمريكا، هذا ليس بالجيش المصري، هذا الجيش العميل لأمريكا وإسرائيل. أما الجيش المصري الحقيقي لم يبقى بعد جمال عبد الناصر الأستاذ صالح. هذه إهانة للأمة العربية، ليس بمخلص للأمة العربية وللجيش المصري. لو كان الجيش المصري، شو المشكلة يا حمادي إذا أخذ الجيش المصري مثلا 1,200,000,000 في السنة من أمريكا؟ يعني فيها مشكلة؟ رشوة هي؟ هذه أكبر هي مشكلة، هذه هي أكبر مشكلة. والمسؤول الكبير هو الخاين الكبير الانقلابي اللي هو السيسي. حضرتك اليوم تقول الرئيس السيسي، أنا متأسف الأستاذ صالح التي يقول الآن الرئيس السيسي، قول الانقلابي السيسي المخرب الكبير للشرعية المصرية هو السيسي. أنا متأسف الأستاذ صالح لأنك تعرف الشرعية وتعرف الديمقراطية وتتكلم بلد ديمقراطي وتتكلم على الهواء الديمقراطية وتتكلم على أنه الرئيس السيسي. هو ليس بالرئيس السيسي، هو الانقلاب المخرب السيسي التي خرب أكبر دولة وأكبر بلد عربي اللي هو اسمه مصر. اللي الآن احنا الآن نشوف المصريين والمصريات فأكبر خراب التي بعد إسرائيل، أكبر من خراب إسرائيل هو المخرب الكبير. طيب هذا الذي تسميه مخرب يا حمادي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الآن، يعني هو خرب السياسة وخرب الجيش. لماذا الجيش المصري لا ينطق بكلمة تجاه ما يجري في غزة؟ يعني يفترض في مؤسسة مثل مؤسسة الجيش المصري العظيم أن تقول احذروا أيها الإسرائيليون، لن نسكت كما قالها مرسي. نعم الأستاذ صالح، هو هذا هو مسؤول المؤسسة العسكرية المخربة لمصر والتي تأتي لها صداقات وتأتي رتبها من إسرائيل ومن أمريكا. طيب. وهي الخونة الكبيرة، وهذا هو الخاين الكبير والمخرب الكبير السيسي. طيب حمادي من فرنسا، شكرا لك. قيل هذا الكلام. أبو أسامة. طيب بإمكان أبو أسامة أن يعيد الاتصال. ننتقل الآن للفاصل الإخباري ثم نعود. هناك مساحة زمنية واسعة لأخذ المزيد من المشاركات. أبدأ هذا الموجز من بلاد الرافدين. الثوار يتقدمون في ديالى، يعني واضح بأن المنطقة الخضراء الآن صارت في خطر، وعلى المالكي ربما أن يبحث على ملجأ كما يقول أحد المعلقين على هذا الخبر. وأيضا الثوار العشائر يشكلون هيئة تنسيقية لإدارة الثورة، يزدادون تنظيما فيما يبدو، يتوعدون بدخول بغداد ويدعون المسلحين للتوجه إلى بغداد. هناك دعوة من العشائر بظلة كبيرة الآن، كل العشائر تدعو المسلحين للتوجه إلى بغداد. لا يبدو أن الزمن في صالح المالكي كما تشير هذه المعلومات والأخبار. مقتل، وهذا الحقيقة يجيب على تساؤلات الكثيرين أو بعض المشاركات التي تأتينا من إيران بأن إيران بريئة لا تشارك في عمل عسكري لا في سوريا ولا في العراق، ولكن كل يوم يجينا خبر يؤكد هذا الأمر ويعيدون نفيه، لا يريدون الاقتناع. مقتل العقيد كمال شيرخاني وهو ضابط في قوات النخبة، مش واحد جاي زيارة، قائد في قوات النخبة التابعة للحرس الثوري الإيراني. قتل وين؟ قتل في سامراء العراقية. شو كان يعمل هنا؟ كان يتفسح؟ لا، بالتأكيد كان يقاتل أو كان يشرف على عمليات عسكرية لقوات المالكي، وهو بالتالي مشارك. الأمر كذلك في سوريا يحصل دائما. المزيد إذن من الإثباتات للتورط الإيراني بالفعل في كل من العراق وسوريا.
خبر من البحرين. الحقيقة البحرين هذه الدولة الصغيرة، ولكن أحيانا بعض المواقف تذهلك عندما تأتي من دولة صغيرة على الأقل من حيث الجغرافيا، أقول قد تكون كبيرة من حيث السياسة. في خطوة قلما تحصل كما قلنا في عالمنا العربي، البحرين تقوم بطرد توماس مالينوكس لوتسكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي. مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاء هناك إلى البحرين والتقى بجماعات معارضة شيعية دون أن يلتقي بالأطراف الأخرى. المنامة رأت في ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية وسلوك يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وقالت له من غير مطرود: أنت شخص غير مرغوب فيك، تفضل مع السلامة. وين هي الدولة العربية التي تستطيع ذلك؟ أمريكا على كل حال تعبر عن قلق عميق. سواء حال البحرينيين يقولون لهؤلاء: تقلقوا ولا ما تقلقوش، خلاص أنتم يعني تعبثون بالأمن الداخلي، مع السلامة، لا نريدكم. هذا يدفع بعض الدول العربية أن تكون جريئة في قول لا لفرنسا ولأمريكا والغيرها. نعم مع علاقات ندية، نعم مع علاقات اقتصادية، ولكن اللي يتدخل لي في شأن الداخلي لا. مش نحن أحيانا السفير الفرنسي يلتقي بعض المعارضين، وكذلك السفير الأمريكي في تونس مثلا، والحكومة ساكتة ناخة الآن وسابقا. لا أقول الآن فقط، لا، السفير عنده مهام فقط يتجاوزها شبر مع السلامة. هذه الدولة ذات السيادة. شو يعني السيادة؟ ألم نقل بأنه في الربيع العربي استعدنا الاستقلال أو أكملناه؟ يفترض أن يكون استقلال حقيقي مش استقلال فشوش. في سوريا ركزوا معي كم برميل هذا الرجل لديه. يبدو أنه لديه مخزون احتياطي كبير من البراميل المتفجرة، وهي براميل حقد. هذا يعكس الحقد في صدر هذا الدكتاتور. 273 برميل متفجر تم إلقاؤها على حلب خلال 10 أيام رمضان فقط. طبعا هو يمكن حتى الصيام ما يصومش، لا يكترث لا برمضان ولا غير رمضان. 273 برميل متفجر ألقاها دكتاتور سوريا على حلب خلال 10 أيام فقط من رمضان. وكل برميل يا جماعة كم فيه من الموت والقهر والدمار، وكم فيه من الغضب من الله سبحانه وتعالى. مش ممكن هذا الرجل يكون طبيعي، مش ممكن. هذا الخبر وفق رئيس أركان الجيش الحر الحصيلة. هذا قصف واشتباكات بريف دمشق، والثوار يقولون ويتمسكون أيضا هناك في سوريا بأنهم يتقدمون رويدا نحو قلب العاصمة دمشق. البراميل تطال أيضا درعا، لم يترك هو مدينة طبعا من شروره. نختم بمصر. المظاهرات متواصلة هناك في المحروسة، ويبدو أنها تتصاعد. لماذا؟ لأن الناقمين على ارتفاع الأسعار انضموا إلى الأنصار الشرعية والأنصار استعادة المسار الديمقراطي. إذن كل الشعب المصري الآن صار في سلة واحدة الحقيقة، يعني بالمعنى الواقعي. هناك بسطاء كانوا همهم فقط الحياة، لم يعبأوا بالسياسة، ولكن بقدرة قادر السيسي برفع الأسعار ضمهم لتيار الناقمين والمحتجين، وبالتالي الساحة كاملة الآن تغلي ضد السيسي. ولا تستبعد أنه عيد الأضحى يكون عيد في التحرير كما يقول البعض. على كل حال، إذن هذا كان آخر خبر من مصر، وبه نختم هذا الموجز الإخباري ونعود لموضوعنا. معنا طلال من السعودية. طلال، طيب بإمكان طلال أن يعيد الاتصال. ننتقل لأحمد من السعودية. أحمد أيضا فقدناه. ننتقل لخالد من السعودية. مساء الخير. مساء النور. الحكومة المصرية والبعض من الشعب المصري لن ينسى لموقف حركة حماس ما حصل في 30/6، وبالتالي الحكومة المصرية والبعض من الشعب المصري يؤيد كلمة الرئيس السيد السيسي: لن ننسى من وقف معنا ولن ننسى من وقف ضدنا. وشكرا. شكرا لك خالد. يعني لا أدري أنا ما هي جريرة أو ما هي جريمة غزة. شو غزة هي اللي قامت بالانقلاب؟ لا أعتقد ذلك، ولا قامت بالثورة أيضا. عفوا. أبو محمد من تونس.
أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. والله يا صالح، هذه الصورة في الجيش المصري وما الجيش المصري كأن احنا العرب ما نقروش التاريخ. فالتاريخ نشوفوا الجيش المصري من عام 48 والمؤامرة نتاعو اللي مشى اليمن وخلى الساحة فارغة للجيش الإسرائيلي باش يتدخل، ونشوف في 67 والنكبة وأثرها و400 طائرة تحفر في المطار. هذه ليست خيانة من الجيش المصري لعبد الناصر. احنا الجيش المصري دعني من فترة عبد الناصر، أنا أتحدث على 73 يا صديقي في ظل السادات. أنا أسلم تاريخ الجيش المصري، لأنه ليس بجيش هذا، والله كتيبة من حزب الله تحكم هذا الجيش، وأنا لست من أنصار حزب الله، لكن هذا هو الواقع. لأن الجيش هذا يحكم مرسي من أجل التخابر مع غزة، من أجل التخابر مع غزة يحكمون ويريدوا الآن أن يقف مع غزة. لا يا أخي، نحن نحلم. ليس هناك جيش، ولو كان فيه شركاء بحق لقاموا ضد السيسي الانقلابي والدموي 6000 مصري يذبحون. طيب أبو محمد يعني يا أبو محمد بعيدا عن التقليل من شأن الجيش المصري، ولكن يعني للعارفين بالأمور يقولون الجيش المصري هو مؤسسة عظيمة، أحد أقوى الجيوش في المنطقة، ولكن أرهق بسبب انغماسه في الشأن السياسي. لا يا سيد الكريم، لكن هناك لو كان هناك عبر في الجيش المصري لقاموا هؤلاء. نعم. شكرا لك أبو محمد، أرجو منك في المرة القادمة أن لا تتوقف، يعني لما تكون تتحدث معنا ما تتوقفش تسمع صوتك. طيب سهام من تونس أو إيهام لا أدري. سهام مساء الخير. مساء الخير. أهلا بيك. وبيك عايشك. تفضلي. عايشك. شوف نحكوا على الجيش المصري، الجيش المصري مش باش يساعد لا حماس ولا أي شعب عربي، خاطر ليه يشوك في الهواجات، ليه ينقل في الشعب. ما عادش جيش مصري، ما عادش جيوش الدول العربية جملة، ما عادش نحكي حتى على جيش. يعني سهام الجيش المصري دخل في البزنس، يعني ذاق حلاوة المال فابتعد على المعركة الحقيقية، هذا ما تقولين؟ على المعركة الحقيقية. عشنا سنة. طيب شو نعمل الآن في مصر؟ نستورد جيش ولا كيف نعمل؟ ولا نأسس جيش جديد؟ ان شاء الله ريت مشكل مصر اني باش نحكي لك، انت تحكي على مصر اما هي كلها تنطبق على الشعوب العربية. هي تنطبق على كل جيوش العرب. يعطيك الصحة. يلزمنا ثورة أخرى تعيدنا نفسينا في الفنانين، خاطر تويك الثورة دي في 2014 ثورة الجيوش وثورة الفنانين. شوف أنت خويا صالح تلاف شوف المسلسلات وشوف شهينا. احنا مثلا نحكي لك على تونس. تونس في ضربة حماس في 2012 الحكومة بعثت وزراء وتفرهدنا من كل. تويك حكومتنا لا يتفرج على ديلك ملك كل يوم. معناها شنو زعما ما عادش تخمم، عادش ثم جيوش ثم شعوب. يعني العصر الذي عشناه، عصر الآمال والأحلام، هو استمر سنة واحدة فقط. سنة فقط. سنة في مصر وسنة في تونس وشهور قليلة في ليبيا. يعطيك الصحة. هذاك هو خويا صالح. وإن شاء الله يعني أمنيتي من ربي إن شاء الله نعاودوا ننتصروا، وإن شاء الله ترجع الشعوب العربية ويرجع الجيوش اللي تخدم الوطن مش تخدم الرؤوس. أشكرك سهام. بالفعل يعني المواطن الذي يرى إخوانه في غزة يذبحون ويتابع ما يسمى دليلك ملك ولا دليلك مش ملك، ويتابع في بعض التفاهات التي تبث في بعض الفضائيات ولا أتردد في ذكرها، بالذات التونسية ونسمة. والله شيء يعني شيء يدوخ بالفعل. يعني طلال من السعودية. ذهب طلال للمرة الثانية. محمد من الجزائر. الو محمد. الو نعم محمد. وين؟ تفضل يا سيدي تفضل، ما تغضبش بس تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. واش راكم لاباس بخير؟ الحمد لله. الو السلام والصحة رمضانكم يا مشاهدين يا ساهرين على القناة هذه. انا والله العظيم غير عندي والله غير يعني الشيء اللي راه يأسفني انا اخواننا والاطفال اللي راهم يموتوا في غزة. راك فاهم؟ نعم. هذا والله ما سمطوا علينا رمضان يا اخي. المشاهدين
صمتوا علينا رمضان هذايا. انا نشوف العرب هذو القطريين والسعوديين كاع العرب هذو راهم يصرفوا في اموال يدعموا في الكلوب تاع الرياضه في الخارج، في الريال وفي باريس سان جيرمان، اموال بالدولارات تروح. انا ما يعطوهمش الغزه يشروا سلاح، انا اعطوهم غير الاموال برك وخلوهم. والله العظيم غير الشيء مؤسف هذا. يا محمد على كل حال دولارات يا اخي تصرف لليهود. هذا وشاوية ترى في مصر وفي تونس وفي البلدان العربيه وفي ليبيا كاع مخططات اسرائيليه يا اخي. شكرا لك محمد، اشكرك محمد. يعني واضح الاخ يعني الربيع العربي صار مخططات اسرائيليه، لا ادري بعض العرب كيف يفكرون، والله لا ادري، بالفعل استغرب. على كل حال، اما على قصه المال يا اخي حتى الجزائر بامكانها ان تساعد. جلول من الجزائر. جلول ذهب جلول. طيب سعد من مكة. سعد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شهر كريم عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. الله يبارك فيك. أنا استمتع لمداخلات الأخ حماد من فرنسا تماما، ولكن المرة هذه جانبها حظ يعني شوي. فالمخرب ما هو السيسي عميل فقط، يد تعمل لصالح المخرب الكبير. المخرب الكبير آل سعود ما نختلف عنده ولا راح أحد يختلف عنده إلا اللي يعمل لآل سعود ولخدمة آل سعود. بالنسبة للجيش المصري لا خلاص انسى، طالما الانقلاب قلب الحق على الباطل والباطل قلبه الحق، معناته خلاص الشرعية الأساس في السجن. فماذا تنتظر من الجيش المصري اللي انقلب على الشرعية المصرية؟ فليش ما ينقلب على اخواننا في غزة؟ يعني سعد بكلمة واحدة، لا نتوقع حتى ولو استبيحت غزة أكثر مما حصل الآن ودخلت القوات البرية، لا نتوقع من الجيش المصري أن يتحرك قيد أنملة. يا رجل لو كانت إسرائيل استباحت المسجد النبوي واخرجت جثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحرك الجيش المصري. هذا كذاب تحت قيادة السيسي. شكرا لك سعد من مكة، أشكرك. معنا سعد من مصر. سعد. أيوة معك. مساء الخير يا سعد، تفضل بعجالة رجاء الوقت يلاحقنا. والله أنا عايز أتكلم على أنكم كلكم بتهاجموا الجيش المصري. الجيش المصري يعمل إيه في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي ده؟ البعض سعد يقول الجيش المصري في هذه المرحلة يفترض أن يترك، ذهب يبدو سعد، على كل حال أنا أكمل الجملة، يفترض أن يترك الساحات ويترك ميدان التحرير ويترك ملاحقة المعارضين والتصدي لهم في الطرقات ويذهب إلى مكانه الحقيقي وهو الثكنات والحدود، حيث يرابط هناك لحماية مصر والتدخل نعم لحماية غزة. لما لا؟ غزة جزء من الأمن القومي المصري وهي مسؤولية مصر في الأساس يعني. فمصر عندما تتدخل في غزة لا تتدخل في شأن دولة خارجية، لا. ولكن وين الجيش المصري الآن؟ نختم بكلمة ربما من عبد الرحمن من فرنسا. عبد الرحمن. يا عبد الرحمن. نعم. الو. في 10 ثواني فقط قل كلمة لأنه لم يتبقى وقت، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. الأخ الخائن السيسي باع الجيوش ديالو، يعني باع من امريكا. اما هذه هي الاخوه في السعوديه، هذه هي الاخوه في السعوديه، يشوفوا الاخوان ديالهم الطائرات تقتل فيهم وهم يتشفوا فيهم. هذه هي الاخوه، هذه هي بلاد الاسلام. شكرا لك، اشكرك عبد الرحمن من فرنسا. ننتقل لمراسلو الراي الحر. أبدأ برسالة إبراهيم بالعواد من أداسيل المغرب، يقول لقد سعت الدول الغربية بفضل إعلامها أن تكرس أو تضع صورة معينة تخدم مصالحها لمفهوم الإرهاب وجعلته لصيقا بالمسلمين فقط. قد نجحت في ذلك عندما دعمتها أنظمة عربية وأصبحت تخوض هذه الحرب نيابة عن الغرب، هذا في الوقت الذي يمارس فيه الكيان الصهيوني أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني ولا توجد إدانة كما يقول. أميرة من المرج القاهرة تقول وزير داخلية الانقلاب المجرم كما تصفه محمد إبراهيم يقول إن الإخوان ومؤيديهم يتظاهرون لعودة مرسي. ما شاء الله، ذكي جدا، تقول أميرة من المرج. رسالة من سعود، وصلت التحية لك كل الشكر أخي سعود.
أماني ناصر يوغوتا تقول: لك الله يا فلسطين، عصابات وقطعان المستوطنين يروعون ويقتلون السكان الآمنين، وطائرات الحثالات كما تقول تعربد فوق سماء غزة وتقصف فتوقع شهداء وجرحى ودمار. مهند الهندي من بكين: فلسطين كان الله في عونها، تئن هذه الأيام تحت إرهاب وبلطجة قطعان المستوطنين، من خلق الإرهاب وأسسهم هؤلاء الصهاينة، أما الأنظمة العربية القائمة فاغسل يديك منها، يقول صاحب الرسالة، هي من ترهب السكان. فاكر العيوني من تونس يقول: في حلقة البارحة تطرقت لموضوع من يتدخل لإيقاف العدوان على غزة. الإجابة في هذا الخبر: أجهزة السلطة تقمع مسيرة دعت لها حركة حماس أمام مسجد الحرس بالخليل لدعم القدس وغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال، وتصادر الرايات والأعلام وتعتقل البعض. الله أكبر. إذا أمكن، يقول صاحب الرسالة في الختام، إذا أمكن تخصيص موضوع حول عزوف التونسيين عن التسجيل في الانتخابات. أشكرك فاكر العيوني. أختم برسالة محمد الأسواني يقول: اليوم ذكرى مذبحة الساجدين، مجزرة الحرس الجمهوري. نحن نذكر بالفعل هذه المجزرة في ذكراها اليوم، قتل فيها وفق الأرقام، على الأقل وفق مصلحة الطب الشرعي، قتل فيها حينها 61 ضحية بريئة مصرية، حصلت فجر 8 من يوليو عام 2013. نكتفي بهذا القدر. أشكر كل من شارك معنا وساهم في إثر هذا الحوار. الشكر لمن راسلنا، الشكر كالعادة لمن اكتفى بمتابعتنا. صيام مقبول أرجوه للجميع، وفي أمان الله.